هذا هو الزيت الأخضر وصفة المطاعم الفاخرة اللي يستعملوه شيفات الميشلان. احفظوا الفيديو وركزوا معي، في معلومات بتفيدك. قطعت 100 جرام كرات و30 جرام بصل أخضر، وسكبت 100 جرام زيت زيتون ما يعادل 1 دتسي، وأضفت 20 جرام ملح ما يعادل ملعقة عشان نحافظ على اللون. البلندر هذا حق السموثي مناسب جدا. نخلط كل المكونات نخليهم تقريبا ناعم. الآن نسكب المكونات في صينية حديد. نجهز ماء ساخن عشان نعمل حمام مائي. لا تسكبوا ماء كثير داخل القدر عشان الماء ما يلمس الصينية. نخليه على النار لمدة ما بين 7 إلى 10 دقائق. نجهز صينية فيها ثلج وماء بارد عشان نبرد الخلطة بأسرع وقت ممكن عشان نحافظ على اللون. بعد ما نتأكد إنه المكونات صارت باردة، نجهز قماش خاص يستخدم في المطاعم كغربال ناعم. العملية هذه تقريبا هي عملية التقطير. بعد هذا الفيديو انت بتصير جبار بن حيان. نسكب الخلطة في القماش ونقفل عليها بحبل. بنعلق الخلطة هذه 24 ساعة، واللي ما عنده نفس القماش هذا يستخدم أي قماش نظيف من البيت. ليش نعلق المكونات لمدة 24 ساعة؟ المعروف إنه الزيت أخف من الماء. في العملية هذه الزيت الصافي بينزل للصينية والماء يبقى بين خلطة الكرات، بس شيء بسيط من الماء بينزل مع الزيت، ولكن بنتعامل معه بسهولة. نسكب الزيت في كيس الحلواني ونمسك الكيس بطريقة عمودية. الزيت لأنه أخف من الماء بيطلع فوق والماء بيكون تحت. الزيت صار جاهز. بنعبيه في وعاء مناسب عشان يكون سهل الاستخدام. يستخدم لتزيين الشوربات والصوصات اللي لونهم يجي فاتح. اعتذر منكم لأني طولت في الفيديو، ولكن كل المعلومات هذه مهمة. سلام حبايبي.